بسم الله الرحمن الرحيم. سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم بريوش. بريوش المحلات رائع جدا جدا، خفة والشكل انبهرتني النتيجة، صدقوني. خرج واحد النتيجة، يعني خرج واحد البريوش رائع جدا جدا. تحبوا تحشوه بالشوكولا، تحبوا تحشوه بالكريمة باتيسير. هنا عندي كاس تاع الحليب، كاس ونصف. عندي مغرف تاع الخميرة، خميرة الخبز، وعندي زوج مغارف نتاع السكر. راح نخلطهم هكذا مليح. رايحة ندير عجينة الخميرة. راح ندير الفرينة هكا شوية برك، من بعد نغطيه ونخليه حوالي 5 دقائق إلى 10 دقائق. من بعد نغطيه هكا ونقولولكم. هنا بعد ما خليته خمر لي، درت ربع كاس زيت، زيت نباتي. درت حبة بيض وبياض، حبة كاملة وبياض بيضة. هنا الصفار خليته للدهن للأسف ساحلي، بعد لحته ودرت. دروك نوري لكم باش دهنت البريوش نتاعي. هنا درت زوج مغارف كبار نتاع العسل، ضروري زوج مغارف كبار، وزيت زوج مغارف تاع السكر، يعني كامل درت 4 مغارف تاع السكر وزوج مغارف نتاع العسل ومغرف نتاع ما زهر، ودرت نصف ساشي نتاع خميرة الحلويات. راح ندير مبشور الليمون، يعني درت كاس ونصف حليب، ربع كاس زيت، بيضة كاملة وبياض، ودرت نص ساشي تاع الخميرة الحلويات، ودرت زوج مغارف تاع العسل و4 مغارف تاع السكر، وبديت نجمع العجينة نتاعي بالفرينة. العجينة ما لازمش تكون حاكمة روحها، لازم تكون مطلوقة. دروك تشوفوا القوام نتاع العجينة كيفاش يكون. الا حبيتوا البريوش نتاعكم يجيكم خفيف ما ديروش الفرينه بزاف. هنا درت مغرف تكون بومبي تاع المارغرين وتكون طريه. شوفوا العجينه نتاعي كيفاش راهي تتلاصق في يديا وكيفاش راهي يعني طريه هكا. ونخليها تقدروا يعني تسلكوا يديكم بمغرف نتاع الفرينه، وتقدروا هنا نغطيها هكاك بلا ما ندلك بلا ما ندير والو. كسرت لها الخموريات 3 خطرات، الرابعه نخدم بها. شوفوا شحال راهي طريه، وشوفوا كيفاش تنفخت بلا ما ندير لها الخميره بزاف. درت لها مغرف وماشي معمره مليح. شوفوا شحال راهي تتلاصق في يديا. عاونوا رواحتكم بالزيت ولا بالفرينه، هذا ما كان. هنا راهي تتلاصق مليح مليح بين يديا هكذا. درت خمس كريات يكونوا متساويين، باسكو الاولى راني درتها داخل سنيوه. هنا راح نديروها اوفال، يعني بيضاويه الشكل. شوفوا كيفاش راح نديرها، نجبدها مليح، نديرها بيضاويه الشكل. من بعد نبدا نلف فيها هكذا ونلف هكا، نخرج لها كامل الهواء ونلف هكذا. وكي ديروا فرينه ديروا لها غير بالعقل برك، ما تكثروش الفرينه باش ما تيبسش العجينه، راح تخرج لكم ما شاء الله هكذا. انا درت سنيوه نتاعي، درت لها بابي كويسون، ودرت لي باغيت تاوعي. هنا كيما قلت لكم ما درتش صفار البيض ولا غير هكاك، خير ما درتوش. درت زوج مغارف عسل ومغرف نتاع الحليب، وبديت نمسح البريوش نتاوعي. راح تعطي لكم واحد الشكل رائع جدا وما تريحش الزفوريه نتاع البيض. هنا تقدروا ديروا هكا بالموس، يعني تشكلوا هكا تعطي لكم الشكل نتاع الخبزة، يعني تقولي شريتيها من برا هكذا. والاخرين خليتهم برك هكذاك، خليته هكا على بالك ما خذاش الوقت باش، باسكو الكوزينه راهي سخونه وما خذاش الوقت باش يعني خمر. شوفوا بعد ما خمر لي شعلت الفرن نتاعي 200 درجه، ودخلت البريوش نتاعي شعلته واحد 10 دقائق. بعد دخلت البريوش نتاعي الفرن حوالي 10 دقائق، من بعد نقصت شويه وشعلت له من الفوق وعسيته ثمثم. شوفوا النتيجه كيفاش عطاها لي. هنا البريوش نتاعي راه دافئ، ما ديروش العسل تاعكم وهو سخون، ديروه دافئ. كي يكون البريوش دافئ ديروا شويه نتاع العسل
هكا من الفوق، والتزيين يبقى اختياري. انا درت شويه من الاطراف نتاع السكر الناعم، وفي الوسط درت عليه الكاوكاو المحمص والمرحي. وهنايا الاختيار يجي لكم وكيفاش حبيتوا تعمروه كما قلت لكم النهار الاول. شوفوا هنايا بعد ما برد تماما حاكم روحو النهار الاول تقولي يعني ما تقدرش كامل تمسيه حتى وين برد وتماسك. شوفوا هنايا كيفاش راه خرج رائع، حتى يعني الذوق في الفم. انا يعني ما نقدرش نهضر لكم حتى تجربوه باش تشوفوا يعني واش راني نقول. هنا سيت حبه برك هكا درت لها شويه نتاع الشوكولا اتارتيني. كاينين اخرين ما في الدار ما يحبوني ني شوكولا اتارتيني، يقولوا لك انا اللي نديروا لها كي تقعد قدامي. وتقدروا ثاني ديروا لا كريم باتيسير الى تاكلوها تنتم. هنا صورت في الليل وكانت الاضاءه رديئه جدا جدا، معليش لازم الواحد يخدم وخلاص النتيجه هي الصح. شوفوا هنا كيفاش خرج، صدقوني ولا اروع بريوش بأتم كلمات، يعني بأتم معنى الكلمة. إذا شهيتكم في الجنة وما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.